وايه الفرق بين اللايف كوتش والمعالج النفسي والطبيب النفسي؟ في فرق طبعا ما بين اللايف كوتش وما بين المعالج النفسي وما بين الطبيب النفسي. المعالج النفسي والطبيب النفسي الاتنين بيتعاملوا مع اضطرابات شديدة في الإنسان. يعني لو تعاملنا مع، طبعا هنتعامل مع الإنسان، فلما أي شخص بيبقى عنده اضطراب زائد بيخش تحت بندين. يعني بيروح الأول للمعالج. المعالج بيتعامل معاه بالجلسات النفسية، بس بيكون دارس طبعا علم نفس، فبيتعامل معاه بدون عقاقير خالص. اما الطبيب النفسي فهو بيتعامل معاه لما الموضوع بيشتد، ولا قدر الله ممكن يوصل للامراض الذهنيه او الامراض العقليه، ودي بتحتاج لازم لطبيب متخصص وطبيب نفسي. وده مش عيب ان احنا نلجأ لحاجه زي كده لو اضطر الامر. ولكن انا بتعامل كلايف كوتش مع مين؟ مع اي انسان طبيعي جدا في شويه اضطرابات بسيطه او حس باختلال، ان هو عايز كانه كده الكعبل في طوبه، عايز يلحق نفسه بسرعه قبل ما تتراكم عليه المشاعر، طبعا الافكار بمشاعرها، وتكون معتقدات، ونبدا في الخطوه اللي بعديها و لغايه لما لا قدر الله نوصل للمرض النفسي. الفئة اللي بتيجي لحضرتك فئة المتعلمين بس ولا برضو ناس بسيطة وممكن يكونوا محتاجين لمساعدة برضو بيجوا لحضرتك؟ والله الحمد لله، يعني أنا بتعامل مع كل الفئات المجتمعية. اتعاملت مع الرجل اللي هو في منتصف العمر، اتعاملت مع الست الكبيرة، اتعاملت مع الست البسيطة، اتعاملت مع المتعلمات زينا كده وما شاء الله، يعني أكثر علما. واتعاملت مع مرحلة المراهقة شوية، اللي هي مرحلة 14-15 سنة لغاية سن 16 سنة. اتعاملت مع كل دول، وبفضل الله الحمد لله أنا ماشية معاهم الحمد لله بفضل الله يعني. بس أنا أفضل وأنا أستهدف في شغلي الست، مش أي فئة تانية. في شغلي كجلسات بستهدف الستات تحديدا، اللي هي بتبقى في مرحلة 25 لغاية سن 40 و45 سنة. ليه؟ لأن بنسبة كبيرة دول نواة المجتمع، دول استهدافي. لأن لو الست عرفت نفسها هتقدر تستوعب وتقدر تحتوي. ودور الست في طاقة الأنوثة الاحتواء. لو طاقة الأنوثة اتعملت مظبوط، ولو يعني إن شاء الله في لقاءات جاية مستقبلية نقدر نفرق ونقدر نعرف يعني إيه طاقة الذكورة وطاقة الأنوثة، لأن الطاقتين عندنا كست. بس المسؤوليات بتزود طاقة الذكورة عن طاقة الأنوثة اللي فيها الهدوء والسكينة والحنية والرحمة. المهم عايزة أقول حاجة مهمة، إن الافراد او الفئات اللي بتعامل معاهم كسيدات مثلا بسيطات، يعني مش متعلمات، بتبقى من خلال الندوات. يعني بروح ندوات دي بنتكلم فيها مع الست البسيطة، مش بنتكلم بالورقة والقلم، لان هي مش هتفهمني. بس على فكرة عندها كمية ذكاء خطيرة، لان اي ست في الدنيا ربنا خلقها ذكية جدا، وعندها حكمة وفطنة رهيبة، وهي اللي تقدر تربي الراجل أبو شنبات ده. فاحنا تعاملنا بالفعل مع السيدات البسيطات، بس من خلال الندوات. أما الجلسات فكان اللي تعاملت معاهم زي ما أنا قلت كده، تعاملت مع فئة الرجل والسيدة من أعمار من 25 ل 40 و45 سنة. واتعاملت كمان مع الفئة العمرية بتاعت 15-16 سنة دي. كلايف كوتش يقدر يتعامل مع كل دول. ايه اغرب الحالات اللي جات لحضرتك وممكن تقولنا عليها، وكمان نجح العلاج معاها؟ سؤال حضرتك سؤال جميل قوي، بس عايزة اقول حاجة كده بس بسيطة. انا في البداية خالص قبل ما بدخل مع المستفيد في ان احنا نكمل جلساتنا، فاحنا بمجرد اول جلسة او اول جلستين بالكتير قوي خلاص ببقى عارفة هل هو محتاج لايف كوتش ولا عايز معالج نفسي ولا عايز طبيب نفسي. فمن اغرب الجلسات الحمد لله انا يعني مرت عليا اضطرابات شديدة
من مستفيدين، والحمد لله حولتهم لأماكن تانية تنفعهم، يكونوا هم دول اللي هيفيدوهم أكتر. لكن أنا الحمد لله ما مرش عليا يعني شخصيات غريبة، لأن هي في العادة أنا بستهدف الإنسان الطبيعي اللي عنده اضطراب بسيط، بكون معاه من الألف إلى الياء. الكوتش يعتبر مصاحب للمستفيد لغاية ما يقف على رجله. أول ما يقف على رجله بيبقى معاه بس مجرد بالتبعية، بيتابعه حسب ما يحتاج له، ودايما بيكونوا سبحان الله بنبقى أصحاب حتى لو إحنا مش مجتمعين. اللي عاوز يوصل لحضرتك بيجيلك ازاي او بيوصلك ازاي؟ تقدروا توصلوا لي بسهولة جدا. أنا عندي على صفحة الفيسبوك، على الفيسبوك في صفحة خاصة باسم لايف كوتش هبة محمد فاروق بالإنجليش، وعندي جروب على التليجرام باسم لايف كوتش هبة فاروق، واللينكات إن شاء الله هبعتها لحضرتك بإذن الله علشان اي حد يقدر ان هو يتواصل معايا. وان شاء الله في جلسات اونلاين بنعملها، يعني انا بعمل جلسات اونلاين، ودلوقتي خلاص الحمد لله بمناسبة افتتاح مركز هابي مومنت. المركز ده ان شاء الله في اسكندرية، بدأنا بيه ان شاء الله. هيبقى الافتتاح بعد عيد الفطر المبارك ان شاء الله. ربنا يبارك فيكم وتشرفونا في الافتتاح، وكل سنة وانتم طيبين. وهيبقى فيه ان شاء الله عروض خاصة بالجلسات بمناسبة الافتتاح وبمناسبة شهر رمضان في الفترة اللي جاية بإذن الله. وهيبقى فيه كورسات في مجالات تانية في المركز، ومكانه انا برضو ان شاء الله هبعته لحضرتك، بحيث ان اي حد محتاج يستفيد ويجيلنا ويتعلم ويبقى اكثر وعيا وعنده القدرة على ان هو يطور من نفسه ويزيد من علمه، فطبعا يشرفنا وينورنا. واللينكات باذن الله هبعتها لحضرتك وتكون مع الجميع، واهلا وسهلا باي حد من طرف حضرتك. يا ترى في اخر حلقتنا تحبي تقولي ايه للناس عن هذا المجال وتحبي تنصحيهم بايه؟ والله يعني حاضر في ذهني دلوقتي مقولة كده، ودي أخدتها من خلال شغلي مع المستفيدين من خلال الجلسات. اتعلمت منهم كتير أوي على فكرة، وتعلمت من احنا كمان بيبقى عندنا اضطرابات، احنا كمان ما احناش يعني ملايكة على الأرض. بس الحياة بسيطة، ده اللي أنا عايزة أقوله للجميع. الحياة بسيطة، ومهما اشتغلت فيها ومهما تعبت ومهما رحت وجيت وسافرت وعملت كل الحاجات، كل حاجة انت عملتها واتجوزت وانجزت، في النهاية هي بسيطة صغيرة قوي. مسيرك كده كده ربنا يبارك في عمركم، هتتوكل على الله وتسيبها. فأي حدث أو أي شيء يمر بيك اقف عنده، وربنا عطاك القدرة ان انت تختار. يا اما تتقبل الامر زي ما هو وتحاول تعيش بيه ايا كان الامر ده، يا اما تغيره، تحاول تغيره باي طريقة، بالعلم بقى، بحكمتك، بزيادة وعيك، عندك طرق للتغيير. يا اما تسيبه، يا اما تسيبه. هما 3 حاجات ملهمش رابع. اختياراتك بإيدك، الحياة بسيطة وقصيرة، وانت اللي تقدر. ربنا عطاك القدرة على ان انت تختار، يا تختار يا تلاقي نفسك من الحاجة المختارة. يعني يا اما انت اللي تختار يا تتفرض عليك. وساعات احنا بنكلكعها جامد قوي، تبقى حاجة مش محتاجة، تلاقيها كبرت مرة واحدة، وبنعقد الامور والامر مش محتاج. بتكلم معاكم وبنصح نفسي قبلكم، بجد انا بنصح نفسي من خلال وبنصح يعني اخواتي وكل اللي بيتفرج عليا. خد بالك من نفسك، الحياة بسيطة في عجالة،
ممكن في لحظة متبقاش موجود. دور على نفسك ودور على الحاجة اللي انت عايز تعملها، وفكر ازاي تقدر تعملها، واعرف ان ربنا جعل لك الفكرة دي تيجي في ذهنك علشان هي قابلة للتحقيق. دكتورة هبة فاروق، حضرتك شرفتينا بجد وكنت إضافة كبيرة لينا النهاردة في القناة. انا اللي بشكر حضرتك يا استاذة غادة جدا على اللقاء الجميل ده، ويا رب القناة بتاعت حضرتك اللي هي اسمها اتعلم مع غادة، يا رب ان شاء الله تكون منارة للعلم ومنارة للوعي. بشكر حضرتك جدا جدا، ربنا يبارك فيك يا رب. ان شاء الله نشوفك في لقاءات تانية وتنورنا في الافتتاح. اشوفكم على خير باذن الله، واشكرك يا استاذة غادة. إن شاء الله يكون افتتاح ناجح ونكون مع بعض ومن نجاح لنجاح إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعيني، ولو في أي استفسار أو سؤال لدكتورة هبة أو ليا اتفضلوا اكتبوه في التعليقات وإن شاء الله نرد عليكم. مع سلامة الله.